مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الارتيان، سهلها بالعناوين. جهود تطوير مزارع جنوب غرب القشبركة. تنظيم سمينار تنويري بالإعاقة الذهنية في فروع. تنفيذ أعمال فعالة لحماية وتنمية الغطاء النباتي في بريخ. رئيس كولومبيا يهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل. اليابان تخطو خطوة نحو بيع أسلحة فتاكة. وأمرت الخمسة صينيين في تفجير بباكستان، وبكين تطالب بتحقيق شامل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفادت مؤسسة الغلال والمواشي أن الجهود تبذل لرفع الإنتاج الزراعي كما ونوعا في مشاريع المنطقة الجنوبية الغربية الزراعية. وأوضح مدير المشاريع الزراعية السيد حيلز جيهابتو أن المشاريع تشمل المزارع المروية والمطرية في قرصة وكتاي وفانقطمو وعلى قدر وتسني وعد عمر وألبو، مشيرا إلى تحقيق نمو جيد في المساحة الزراعية ونوعية المنتجات. وذكر إرسال أكثر من 22 ألف كنتال من الطماطم من مشاريع قرصة وفانقطمو وعد عمر من إنتاج هذه السنة فقط إلى مصانع الطماطم في بناتوم وأفهمبول، إلى جانب توريد الموز والخضروات والفواكه إلى الأسواق سنويا. وأوضح مدير مشروع عد عمر الزراعية السيد ولد جبريل جبر مريم القيام بالتنمية الزراعية وتربية الحيوانات وفتح فرص العمل الكبيرة للمواطنين. وذكر سكان المنطقة الذين يستفيدون من فرص العمل والمنتجات الزراعية أنه قد أتيحت لهم الفرصة لكسب المال واكتساب الخبرة بفضل المشاريع الزراعية الآخذة في التوسع. نظمت الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية فرع إقليم شمال البحر الأحمر سمينارا تنويريا في 23 من مارس، هدفت إلى رفع الوعي والمعرفة المحدودة حول الإعاقة الجسدية والتنموية للآباء ومقدمي الرعاية في ضواحي مالكا وحديش وزولة وأفتا وفرع وعيرو معلم. وقال رئيس فرع الجمعية الوطنية للمعاقين ذهنيا وتخلف النمو في إقليم شمال البحر الأحمر السيد مانويل أدحنوم، قال إن الجمعية تعمل على القضاء على المفاهيم الخاطئة والتمييز في المجتمع، وحثهم على الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية. وشرح الدكتور سراك أفورقي من مستشفى مصوع عن الإعاقات الذهنية بشكل عام والفروق والتشابه بين مرض التوحد ومتلازمة الداون بشكل خاص، والتقنيات التي يجب على الأسرة اتباعها في رعاية أطفالها، والأثر السلبي للنظرة المتخلفة على المصابين. وتبادل المشاركون تجاربهم فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهونها في التعامل مع أبنائهم، وأثنوا على الجهود المبذولة للقضاء على المفاهيم الخاطئة الراسخة في المجتمع ودعمهم. وأشار مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد زرزقين مريم إلى أهمية المحاضرة، وذكر المجتمع عامة وأولياء الأمور خاصة بضرورة رفع وعيهم والسعي إلى جانب الجمعية. في غضون ذلك وفي إطار السمينار تم إجراء استطلاع على أكثر من 40 مواطنا للتعرف على عدد الأشخاص ذو الإعاقة، وتبين إصابة 17 منهم حصلوا على بطاقة العضوية في الجمعية. أعلن مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية بريخ في الإقليم الأوسط السيد محرت أبه لبي أن برامج تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليها في مدينة بريخ تحقق نتائج مشجعة. وأشار إلى زراعة 800 ألف شتلة أشجار العام الماضي على مساحة 400 هكتار من الأراضي، حيث قام بغرسها المجتمع وقوات الدفاع والأفراد والمؤسسات ودور العبادة. وقال إنه تم تنفيذ أنشطة مكثفة وفعالة للحفاظ على المياه والتربة بمشاركة المجتمع وقوات الدفاع والحملة الطلابية الصيفية التنموية، مشيرا إلى وجود برنامج مماثل ينفذ هذه السنة في مساقط المياه. ودعا جميع القرى والجهات الحكومية على العمل المنسق للحد من إزالة الغابات التي نمت جيدا وأصبحت مأوى للكثير من الحيوانات البرية.
أعلن سكان ضاحية عد فاكاي في مديرية حاجات مواصلة أنشطة النفير بقوة للنتائج الجيدة التي تحققت العام الماضي في حفظ المياه واستقرار التربة وإخصابها. وذكر مقدمو الآراء أن أكثر من 200 شخص يقومون بالنفير يوميا بإشراف خبراء زراعيون، وقد تم خلالها تدريج 400 هكتار من الأراضي الزراعية، منادين لتقديم جرارات الحراثة في أوانها. وأشادوا بمساهمة المؤسسات الصحية والتعليمية ومشاريع المياه التي أرسيت في الضاحية، مشيرين إلى انخفاض قطع الأشجار نتيجة أنشطة الحماية. تقع عد فاكاي على بعد 15 كيلومترا جنوب غرب مدينة حجات. تلقت 60 أسرة في منطقة مألويا بمدينة عد غيح دعما عينيا. وأوضح مدير الضاحية السيد أدحنم حقوس أن الدعم العيني المقدم لأسر الشهداء والأسر المحتاجة يوم 25 من مارس اشتمل على الذرة وزيت الطعام. تبعد منطقة مألويا مسافة 5 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من عد غيح. استشهد المناضل المرهوي عبيو بهلبي الذي كان تحت رعاية وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط نتيجة إصابته بجروح بليغة، وذلك عن عمر يناهز 65 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل المرهوي بصفوف جبهة التحرير الإريترية عام 1975، وانضم عام 1977 إلى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وقد خدم في القوات المقاتلة بتفاني وإخلاص لشعبه ووطنه. المناضل المرهوي عبيو متزوج وأب ل7 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى عصر يوم الأربعاء 27 من مارس في مقبرة الشهداء بمديرية عد كليزان. ويعرب مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط عن حزنه لاستشهاد المناضل المرهوي عبيو بهلبي، ويقدم تعازيه لأسرته ورفاقه. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء الداخلية. فاصل قصير من ثم نعود بالأنباء العالمية. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، هدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة، في حين اتهمته تل أبيب بدعم حماس ووصفت ذلك بوصمة عار على جبين شعبه. وقال بيترو: إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار فسنقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وذلك بعد أن تبنى مجلس الأمن للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان. وردا على تهديد الرئيس الكولومبي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن دعم رئيس كولومبيا لحركة حماس وصمة عار على جبين شعبه، وسنواصل حماية مواطنيننا ولن نخضع لأي ضغط. وكان بيترو أعلن في نوفمبر الماضي استدعاء سفير بلده لدى إسرائيل للتشاور احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة. وافق مجلس الوزراء الياباني يوم الثلاثاء على خطة لبيع طائرات مقاتلة تعمل طوكيو على تطويرها مع بريطانيا وإيطاليا لدول أخرى، في أحدث خطوة مغايرة للمبادئ السليمة لليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية. من المتوقع أن يساعد القرار المثير للجدل اليابان على بيع أسلحة عالميا، ما سيؤمن دور طوكيو في مشروع الطائرات المقاتلة المشتركة، ويأتي ذلك ضمن التحرك لبناء صناعة أسلحة يابانية وتعزيز دورها في الأمن العالمي. كما وافق مجلس الوزراء على مراجعة المبادئ التوجيهية الخاصة بمعدات الأسلحة ونقل التكنولوجيا في اليابان للسماح ببيع الأسلحة الفتاكة المنتجة بشكل مشترك إلى دول أخرى غير شريكة. وتعمل اليابان مع إيطاليا والمملكة المتحدة لتطوير طائرة مقاتلة متقدمة لتحل محل أسطولها القديم. قتل 5 صينيين مع سائقهم الباكستاني في تفجير استهدف سيارتهم بمنطقة شانغلا بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.
ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن مسؤولين في شرطة الإقليم أن الصينيين القتلى يعملون مهندسين في مشاريع الطاقة الكهربائية، حيث كانوا متوجهين من إسلام آباد إلى داسو بالإقليم. وقال المسؤولون في الشرطة إن سيارة مفخخة اصطدمت بالسيارة التي تقل المهندسين الصينيين، مما أدى إلى معطلهم على الفور وإصابة السائق الباكستاني بجروح خطيرة توفي إثرها. وقد ندد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداني بالهجوم وقدم تعازيه لأسر القتلى والحكومة الصينية. من جانبها نددت الصين بالهجوم الذي أسفر عن مقتل مواطنيها ال5 ووصفته بالإرهابي، وطلبت من باكستان إجراء تحقيق شامل. الخبر الأخير: أعلن الرئيسان البرازيلي والفرنسي عن خطة لاستثمار مليار يورو أي 1.1 مليار دولار في منطقة الأمازون التي تتضمن أجزاء من الغابات المطيرة في غويانا الفرنسية المجاورة. وقالت حكومتا البلدين في بيان مشترك إن التمويل سيتم على مدار السنوات الأربع المقبلة من أجل حماية الغابات المطيرة. وتتضمن الخطة تعاونا بين بنوك برازيلية تديرها الدولة ووكالة الاستثمار الفرنسية. وعبرت البرازيل وفرنسا عن ترحيبهما بالجهود والموارد الخاصة كذلك. بدأ ماكرون زيارته للبرازيل التي تستغرق 3 أيام في مدينة بيليم وسط غابات الأمازون، حيث التقى لولا حليفه القديم. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بذكر أهم وأبرز العناوين. جهود لتطوير مزارع جنوب غرب القاشبركة. تنظيم سيمينار تنويري بالإعاقة الذهنية في فرو. تنفيذ أعمال فعالة لحماية وتنمية الغطاء النباتي في بريخ. رئيس كولومبيا يهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل. اليابان تخطو خطوة نحو بيع أسلحة فتاكة. ومقتل 5 صينيين في تفجير بباكستان، وبكين تطالب بتحقيق شامل. هكذا مشاهدينا في كل مكان نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.